السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية وين ما كنتوا تكونوا. بدي أعمل لكم اليوم فيديو سريع جدا ورائع جدا وجديد إن شاء الله. مبرومة بالجبنة. روحوا شوفوا الخطوات تبعها وشلون بتتساوى. هيا بينا. هلا بداية مثل ما شايفين في عندنا كنافة طرية وفي عندنا جبنة. الكنافة لازم تكون طرية، ما لازم تكون يابسة يعني. طبعا بتشفتوا انتوا المخشوشة اللي صورتها انا من قبل، اللي هي المخشوشة المبرومة بالقشطة. نفس المبدأ بنمد الكنافة. عندنا هون هدول مبرومين، وجبنا سمنة حطينا لها شوية صبغة لون برتقالي، مع نتفة أحمر. تمام. وعندنا جبنة هون حلوة فيها مطة خفيفة ومحلاية، يكون فيها قطرة ملح خفيفة، يعني ما يكون الملح كتير موجود فيها، شوية ملح بس. هلا بنلف، نحط الجبنة ونلف ونروح على مرحلة القلي. شوف شلون. هلا مثل ما شايفين مديت الكنافة، وطريقة المد هي موجودة بالفيديو السابق تبع المخشوشة. مشان ما نطول الفيديو يعني أنا مديتهم. وبنحط الجبنة محلاية، بس بنخلي فيها أثر ملوحة خفيف يعني بضل أطيب. ونوع الجبنة بالنسبة لنوع الجبنة انتم بتحطوا النوع اللي بدكم اياه، يعني هاي شغلة اختيارية. بدكم جبنة بتمط، بدكم جبنة ما بتمط، هاي بترجع لكم يعني. هلا في نقطة مهمة، انه بعد ما تحلوا الجبنة مهم جدا انه عصروها، حطوها بفوطة او قماشة او شاشة او قطعة قماش، وشو اسمه، واكبسوها، عصروها يعني بحيث انه يطلع المي اللي فيها، مشان ما تشتش الكنافة من مية الجبنة. هلا هيك مثل ما شايفين لفينا القضيب المبرومة بالجبنة، وبنشيله نحطه على الصاج اللي فيه اصلا نحن داهنينه السمنة المصبوغة. هذا هو شايفين، بنحطه بالصاج مع اخواته. هون كمان بنعمل واحدة تانية، نحط ورقة واحدة من الكنافة وبنمشطها. اهم شيء التمشيط هذا كتير ضروري، بحيث انه الخيطان هيك تطلع منظرها لما يلف الواحد القضيب المبرومة بيطلع شكله مرتب، ما يطلع هيك مهربش. مثل ما شايفين بنمشطها ونحط لها جبنة بعدين، ونلفها مثل ما لفينا هذيك اللي قبلها. هلا هيك مثل ما شايفين خلصنا القضيب. بنحطه بالصينية، بعدين بنروح على مرحلة القلي. طبعا هون انا قبل ما حطها على الغاز جبت شوية سمنة ودهنت الاضبان هذول بشوية سمنة من على الوش، اللي غاية فيها يعني هي. يا سلام، تمام ما شاء الله. تصفاية. هلا بنصفيها وبنرجع بنقلبها صينية ثانية. هلا بعد ما صفيناها نجيب صينية ندهنها باقي السمنات اللي ضلوا عنا، وهلا بنطب عليها وبنقلبها. اقلب يا مقلباتي، بسم الله. ما شاء الله
تبارك الله. حط لها سمنات هلا. اللون زاهي ما شاء الله. تبارك الله. هاي الوش الثاني صار خالص ما شاء الله. هلا مصفية مستمرة تمام. هلا هيك على المصفاية. شوف اللون ما شاء الله. هيك بس على الخفيف، خليها هيك قطر، شربت قطراتها، نرجع بنقلبها على الوش الثاني. اللون خطير ما؟ هلا بعد ما تحلت هيك تشرب شوي، نتركها شوي تتشرب شوي حتى يعني تقريبا شي 5 دقائق، بنرجع نقلبها على الوش الثاني كمان بنخليها 5 دقائق، بنرجع بنرجعها على نفس الوش هذا. هلا نحن بعد ما قلبناها على الوش الثاني، طبعا هلا هي حليناها لحتى شربت، بعدين قلبناها على الوش الثاني، هذا الوش الثاني، هلا بنرجع نرجعها على الوش الاول. ما شاء الله تبارك الله. بدي اشوفها شلون طالعه برا. ما شاء الله شغلة مرتبة. ناخذ هاي أصابع ندوقها نشوف شلون طعمتها. لازم ندوقها. بسم الله. كان معكم الشيف نبيل. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشاركوه مع أصحابكم وأحبابكم، لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.